مرحبا، أهلا وسهلا. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير إن شاء الله يا رب. نضل نحن وإنتم بخير وصحة وعافية. اليوم راح أحضر معكم معمول محشي تمر، بس هنا طريقتي بتختلف عن الطريقة الأولى. أنا هنا عندي زبدة وعندي سكر بودرة. بالنسبة لمقاديري عم سجلكم إياها وقت بنزل الفيديو. وعندي جبنة كريمية، وهدول راح أخلطهم بالخلاط. وهلا بعد ما خلطت الزبده والجبنه والسكر البودره، اهم شيء الزبده والجبنه بدها تكون بنفس حراره المطبخ. طيب هلا بدي اضيف حليب محموص، حليب بودره محمص. اهم شيء لما بدنا نحمص الحليب البودره ننتبه ما يحترق، لانه لو احترق راح يمرمر وراح يطلع طعمته ما طيب. في الدقيق قلت لكم مقادير عم سجلكم اياها وقت عم نزل الفيديو. وهدول هلا بدي اعجنهم مع بعض. طبعا ما راح اعجنه عجن، لا بدي لم العجينه لم. شايفين العجينه ما شاء الله. هلا العجينه صارت جاهزه عندي، شوفوا ما شاء الله بتاخذ العين. اهم شيء العجينه ما راح نعجنها، يا دوب نلمها على بعض. شوفوا ما شاء الله. هلا طبعا بدي اخليها على جنب وبدي احضر التمر. هلا بالنسبه للتمر انا محضرته وحاطته بالفريزر، حاطه زبده، حاطه هيل، حاطه قرفه، يعني ولا احلى من هيك تمر. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. بس انا راح اضيف له شويه فستق حلبي، هذا اختيار. اللي حبينا نخليها تمر ساده ولا نضيف لها فستق حلبي او سمسم او حبه سودا او اي شيء انت تحبوه تقدروا تضيفوه للتمر. فستق حلبي مطحون ناعم. بدي اخلطهم مع بعض. هلا بدي اخذ العجينه، بدي اضيف عليها التمر، بدي اسكرها. انا التمر بعد ما كورته حطيته كمان بالفستق الحلبي. اهم شيء سكرها كتير منيح. وهلا بدي حطها بالدقيق، وبدي حطها بالقالب، بدي اكبسها كمان كتير منيح. وبدي ادق على اللوح الخشب، بس اهم شيء الصوت. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف القالب. طبعا انا الصينيه محضرتها وحاطه فيها ورق زبده. راح اسوي كمان تاني حبه. نسكرها كتير منيح.
هلا بدي احطها بالدقيق، كمان بدي احطها بالقالب. صار المعمول جاهز. طبعا بدي ادخل الصينيه الفرن. انا مشغله الفرن على درجه حراره 180، اول شيء تحت واخر شيء فوق. ممكن احتاج فوق ممكن لا، وبس طلعها من الفرن نشوفها سوا. شي بشهي لساتهم طراية، ترى ما بقدر لقهم وسخنات، ما بقدر لقهم لحتى يبردوا. وهي المعمول بحليب البودرة المحموص صار جاهز. لو بقولكم أطيب وأحلى معمول، بتمنى تجربوا الطريقة لأنه فعلا يستاهل إنكم تجربوه. بالنسبة لمقاديري عم سجلكم إياها كاملة وقت عم نزل الفيديو. هلأ الفيديو راح يكون على قناتي على اليوتيوب، على صفحتي على الفيسبوك، على صفحتي على الانستغرام من وصفات عائشة ترك. بقولكم بالعافية على قلوبنا وقلوبكم.